نيجي بقى للجزئيه الخاصه بالعقار والذهب. طبعا بتسمعوا دلوقتي وطول عمرها بنسمع المقارنه ما بين الذهب والعقار والبورصه والحاجات دي. أنا ضد المقارنه ما بين الذهب والعقار تمام، المقارنه يعني ظالمه جدا. هما الاثنين اصلا ما فيش منافسه. الذهب ليه مميزاته العظيمه جدا ما حدش يقدر يتكلم عنها، والعقارات هنا يا جماعه مش مقصود بيها الشقه، عشان بس ما نختصرش العقار في الشقه. اضعف جزء في العقار الشقه يعني، واقل مكسب واقل ربحيه ووجع دماغ الشقه. لكن المحلات والاداري والطب هو دي اسمها العقارات الحقيقيه. فالذهب ما بينافسش، الذهب بيخدم، الذهب بيساعد. خلينا نتفق ان مفيش حد فينا عنده طولة بال واستمرارية تحويش كل شهر فلوس لجرامات ذهب، الا لو انت تاجر. يعني انت تاجر بس. لكن معظمنا، يعني مش عاوز اقول كلنا، ما عندناش القدره ان احنا نعمل التزام علينا كل 3 شهور انا بجيب دهب ايا كان الوضع. ده ما بيحصلش. فكره ان مفيش كوميتمنت على الذهب اللي هو من ناحيتنا، يعني الذهب اللي احنا نشتري اللي هو مش قسط من الاخر، بيخليك لما يكون معاك فلوس تشتري اكتر، لما السوق يقول اللي هو طالع تشتري من دلوقتي عشان استفيد. طب لكن غير كده انت مش هتشتري ده ولا بتشتري فضه. قليل جدا جدا الستات اللي هي اكتر ناس بتعشق الذهب ما بتشتريش دهب كل شهر، حتى لو جرام ما بتحصلش. ففكره الالتزام والكوميتمنت دي مش موجوده. لكن الدهب عنده مميزات رهيبه، سهل الدخول، سهل الخروج منه، يعني سهل تسييره، قيمته ثابته او بيحافظ على قيمته. فانت الدهب ده احسن وسيله تحط فيه فلوس، وهو الوسيله اللي يحقق لك الهدف. يعني هو البنزين بتاع العربيه لكن مش هو العربيه. في قاعده كده يقول لك الدهب لا يغني، لكن بيجي يسندك وقت زنقه. فهو وسيله بتخدم عليك عشان تحقق حاجه. بقى الحاجه دي بقى هي ايه؟ هنا اختلف. هنا الحاجه بقى، الحاجه دي اللي انت تفتح مشروع بتاعك، الحاجه دي اللي انت تشتري محل عشان تجيب لك دخل. فدي الوسيله او دي الغايه ولا ايه؟ العقار هو الغايه. العقار هو ده اللي انت عاوز توصل له، هو دي النتيجه النهائيه اللي انت عاوز توصل لها. وتاني انا هنا ما بقصدش العقار الشقه خالص. العقار مش الشقه، انا قصدي بالعقار اللي بيضر دخل. المحل بيدر دخل، العياده بتدر دخل، الوحدات الفندقيه، المكاتب، ده كله بيدر دخل. صعب الدخول فيه طبعا، وميزته ان عليه التزام اجباري، عليك قسط زي قسط كارد، زي قسط تامين، زي قسط المدرسه. انت لازم تدفعه ايا كان وضعك ايه، انت هتدفع يعني هتدفع. فده بيخلي عندك نوع من الالتزام، لازم ادفعه. فدي بتخلي انا خلاص هشتري. بيخلي لك في دخل اجباري، خلاص انت في دخل داخل لك منه، بقى في دخل ايجاري داخل، فانت لازم بتحط فلوسك في ده عشان تدخلك فلوس. لكن انت مش هتحط فلوسك في عقار عشان تقعد قدام الطوبه وهي بتكبر ما بتستفادش حاجه. فلو انت هتفكر لها كاستثمار، الذهب هو اللي يوصلك للعقار.